الناس كلها يقولوا احنا عايزين نقوي جهاز المناعه. انت عايزه تقوي جهاز المناعه ليه؟ يبقى الناس الطبيعيين مش محتاجين يقووا مناعتهم. يبقى الناس الطبيعيين مش محتاجين يقووا المناعه. الناس اللي عندها يعني هي اوريدي خلاص الطبيعي خلاص ينسى الموضوع ده. ولكن الناس اللي عندها نقص مناعه والناس اللي عندها حساسيات هم دول المحتاجين. طب نقص مناعه هنعرفه ازاي؟ ايوه بصوره سهله جدا، ان هو كل شويه يروح عند الدكتور، ان هو كل شويه يعي، كل شويه ياخد ادويه، الدكاتره محتارين فيه، نبتدي نشك مناعته فيه حاجه بسهوله كده. دي حاجه سهله. ده اللي المفروض يقوي جهاز المناعه او محتاج لتقويه جهاز المناعه. الحساسيات معناها ان انا حساس، يعني انا بتلكك، يعني انا جهاز المناعه بتاعي رهيف. بمعنى التاني ماشي في الشارع وشاف شال مثلا شال كميه كبيره من البرفانات ما حصلوش حاجه، انا بس شفت نقطه واحده من البرفان قعدت اعطس، يبقى انا حساس، انا مناعتي مختلفه عنه شويه. دول اللي هنركز عليهم النهارده وكلام. بس بشكل عام نرفع مناعتنا ازاي؟ بس برضه دكتور معلش، والاخرين برضه اللي هم الجهاز المناعي بتاعهم سليم بس عايز يحافظ على الجهاز المناعي بتاعه، يحافظ عليه عايز يستمر في هذا المستوى من القوه. برضه ملحوظه كويس. اتفضل. الاول بس عشان ايه اللي هم الناس اللي عندها نقص مناعه والناس اللي عندهم حساسيات. احنا قبل كده عملنا المبادره كانت على يدك، المبادره المصريه لرفع المناعه، دي سهله جدا، ارجعوا لها على النت، المبادره المصريه لرفع المناعه او مبادره المناعه مجدي بدران. سهله جدا، هي 3 محاور. المحور الاول 5 في 1، وهسال حضرتك وهسال اللي قاعدين في الاستوديو اخر مره اكلتوا جزر امتى؟ هسمع الرد. اخر مره اكلت جزر امتى حضرتك؟ من فتره. من فتره. يعني انا سالت بقالي اسبوع بسال، احسن واحد بالنسبه لي كان بقاله شهر، وفي الشتاء تبقى 2%. احنا ما بناكلش جزر ليه؟ يبقى السؤال عشان الناس تاكل جزر نسالهم حاجه ثانيه، لهم ما بتاكلوش اللون الاصفر ليه؟ يقول لك ما فيش جزر، ما فيش في الاسواق. طب ما في لون اصفر في السوق، ما في فلفل، ما فيش كانتالوب. يبقى لازم انا كل يوم اخد اللون الاصفر. ده 5 في 1، 5 في 1 ال5 الوان. يبقى مش هنسى الاصفر. انتوا شاطرين جدا في الاحمر الطماطم، شاطرين جدا في الخيار الاخضر، مش هنتكلم عليهم. ولكن بقى امبارح انا سمعت كلمه زعلتني جدا. جاني طفل من البحر الاحمر وبعدين عنده انيميا وسوء تغذيه وحساسيات والكلام ده، وبعدين بقول له ما بتاكلش خس ليه؟ فراح نظر لي شزرا ضايق جدا وقال لي هو انا ارنب؟ فسالت امه انتوا بتاكلوش خس؟ قالت لا. هو احنا ارانب؟ لا، عندكم بقى وقفوا عندكم لو سمحتوا. مين اللي قال ان الخس الارانب؟ الخس لينا احنا، واذا انتوا الارانب ده زياده عندكم ادوهوله، بس الخس اللي بني ادمين. يبقى نمره 1 مهم قوي دي. يبقى اللون الاحمر واللون الاصفر. يلا عشان معايا تليفون. الالوان بيت 5 ايه؟ اللون الابيض بيسقطوا فيه كلهم. اللي هو ايه؟ البتنجان الابيض او البصل والثوم. طيب. واللون البنفسجي ما حدش عارف، اللي هو الموف. لا الكروم. برافو عليك. الكروم. أيوة. او البنجر او الفكر الصيني. ادي حاجات كده كتيره. 5 ايه؟ ما انا كده 5 بقى خلاص. يبقى احمر واخضر واصفر وابيض وازرق. مظبوط. لو احنا عملنا 5 في 1 زائد 1 ايه الواحد؟ 5 في 1 معناها 5 في طبق امامك. في واحد، نعم، يعني نحطهم كلهم في طبق واحد. 5 في 1 ده المحور الاول. جهاز المناعه. ال5 في 1 دول هيدوكوا 5000 ماده غير الفيتامينات والاملاح المعدنيه. 5000 ماده مضاده للاكسده. اخد تليفون عشان ما يطولش معانا. الو. الو. ايوه. يا فندم اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معاك الدكتور مجدي. يا فندم اتفضلي. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. بتاكلي جزر الاول ولا لا؟ باكل جزر والله. انا اخر مره اكلتيه مهريه جزر وخس والحاجات. اخر مره اكلتي جزر امتى معلش؟ الجزر اخر مره بعمله جزر وكوسه بطبخهم باستمرار واكلهم. الله برافو عليك. لا 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 انا مش عايز كده. ليه؟ بس اخر مره اكلتي جزر ني امتى؟ لا ني قليل قوي صراحه. امتى اخر مره معلش؟ اخر مره من حوالي شهر كده. شفت؟ شفت؟ انا عايز تاكل جزر ني يا مدام. طب ما هو يا دكتور، ما هو الماده موجوده سواء بقى. لا 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 انا بعملها ني بميه بس. ال5 في 1 اللي بنقول عليها دي اتعلمنا على الاشياء النيه النيئه. بتاع الاكل ده بتحطيه على البسله وعلى الكوسه. طب ايه المشكله لما يتطبخ؟ لا هتبقى الفايده اكثر. مفيش مانع، خد الاثنين انا موافق. هتاخد حصه مطبوخه وحصه نيه لو سمحت. طيب سؤال حضرتك بقى. طيب بص حضرتك يا دكتور، انا وانا صغيره كنت احب كيفه قرقش التلج. ايه؟ قرقش التلج. تلج. اه دي برضه موجوده العاده دي. عاده سيئه جدا. بس وانا صغيره يعني الكلام ده ثالثه ابتدائي رابعه ابتدائي. انا دلوقتي عندي 47 سنه. بس بطلتي خلاص؟ بطلت خلاص بقى. انا بدات اتعب منها. بس حاليا دلوقتي بحس ان دايما عندي احتقان في زوري. اشرب شويه ميه ساقعه دي فيها مشكله كبيره قوي. طيب اكل اي حاجه بعد ما كنت بتقرقش التلج. لا بقى التلج ده وانا في سنه ثالثه ابتدائي. والبعد يعني دلوقتي اللي ما سعيد بيتاوب. دلوقتي كبرت بقى ابص الاقي دايما عندي الاحتقان في يعني كل دي تجيلك الاحتقان معلش. اقل حاجه ساقعه. اشرب ميه كم مره في الشهر؟ فاكهه يعني بتاع 3 مرات في الشهر. لو اهملت ممكن يبقى 4 5 وخاصه قبل الدوره.
ايه تاني عندك؟ عندك حساسيه انف؟ عندي لا. عندك حساسيه الحلق؟ اللي حساسيه الانف دي بحسها لما حد يحط برفان اتخنق. طيب عندك حساسيه صدر؟ لا. عينك وارمه من تحت، جفن السفلي وارم او غامق؟ ساعات. ساعات بيورم كده بس برضه قبل الدوره. بيجيلك صداع؟ بسيط. بتورش في مناخيرك او بتعطسي كتير او تنسد؟ اعطس لما اشم برفان. طيب اوكي، في حاجه تانية؟ لا بس هو التلج، انا شاكه ان التلج هو ده اللي بوظ لي طيب انت الحلقه دي النهارده عشانك انت، اسمعينا بقى. ربنا يخليك يا دكتور، الف شكر. شكرا لحضرتك، الف سلامه ليك. شوف بقى، طبعا هي صغيره مامتها بتقرقش التلج، مامتها ما قالتلهاش تعمليش كده. وغلطه ثانيه فيها، غلطتين في التلج ده. اول حاجه التلج اللي كانت بيقرقشه اول شيء هيكسر سنانها وهيقلل مناعه المنطقه كلها بتاعت الفم، وواضح ان هو قلل منطقه الحلق والمناعه، عشان كده بقى عندها حساسيه. وهنا عندي اللوز وعندي حواليها غدد لمفاويه، دي بطاريات مناعه.